بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد الحميد يقدم. خذ هذه القصة وأختم. يحكي لي هذه القصة أحد المساجين في سجن حفر الباطن، وقضيته دين بأكثر من 5 مليون ريال، له في السجن أكثر من 9 سنوات، هو سجين بالدين، وعنده أبناء، عنده بنات، وعنده زوجة يعانون من الحاجة والفقر. وأتصل عليه من وقت إلى وقت وأقول له يا أبو خالد اصبر، رجل لا نزكي على الله أحبتي، نحسب الله حسيبه، عابد، أخذ هذا السجن خلوه مع الله سبحانه وتعالى. يقول أبو خالد والله بشرك يوم مصر إن السجن ما أخذه عبادة وقيام الليل وصيام النهار ودعوة وذكر وأبشرك، والله أحمد الله سبحانه وتعالى. قلت الحمد لله وأسأل الله أن يزيدك من فضله. ثم يقول يا أبو خالد والله يا أبو مصعب إني كلما تذكرت ذلك السجين، يقول كان عندنا سجين في سجن حفر الباطن محكوم عليه بالإعدام بالقصاص، قضية قتل، قعد 5 سنوات، عمره 23 سنة. يقول أبو خالد يوم من الأيام تسرب الأمر بأن غدا هو القصاص لهذا الشاب، فكلم خاله، طبعا يتيم هذا الشاب، كلم خاله قال له يا فلان ترى تسرب الأمر إن بكرة هو قصاصك، فحاول تسوي أي شيء بنفسك حتى تؤخر القصاص. بكى هذا الشاب، لم يبكي جزعا من الموت، ولم يبكي جزعا من السيف، ولكن انظر على ماذا يبكي هذا الشاب. اسمع واسمع يا أمة الله، هذا الشاب يبلغ من عمر 23 سنة، على ماذا يبكي؟ والله ما بكى خوفا من السيف ولا بكى خوفا من الموت، لكن بكى لما قال له خاله حاول تسوي أي شيء بنفسك حتى يؤخرون موعد القصاص. فقال هذا الشاب، قال يا خالي، قال يا خالي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وانت بيني يا خالي أتأخر عن لقاء الله يوم أو يومين، والله يا خالي إني اشتقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. انظر على ماذا يبكي هذا الشاب أحبتي في الله، فنبكي نحن على أنفسنا. يقول يا خالي كيف تبيني أخر لقائي يوم أو يومين؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يا خالي إني اشتقت لقاء الله. يقول أبو خالد والله ما عرفت هذا السجين وما عرفت هذا الشاب إلا قائم الليل صائم النهار، يقرأ القرآن، لا يتكلم في أحد، لا يؤذي أحد، وكان هذا حاله في السجن. يقول بعد ثاني يوم ثم أتى الموعد، وأتى الضباط ومدير السجن وبعض القضاة والشرطة، ونادوا باسمه في الساعة 6:30 أو الساعة 7 صباحا، نادوا باسم هذا السجين فلان ابن فلان. فلما سمع باسمه قال لهم أعطوني بس 5 دقائق، ثم توضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى. وبعد أن انتهى من صلاته أخذ المصحف وأخذ مسجل كان يسمع فيها القرآن، وأخذ سجادته التي لطالما صلى وسجد وبكى عليها، ثم أعطاها أبو خالد، قال يا أبو خالد هذه هدية مني لك. ثم ضم أبو خالد يقول والله يا صلاح إنه ضمني وقال لي يا أبو خالد، قال يا أبو خالد الملتقى الجنة. يقول منا من بكى ومنا من رفض أن يقابل هذا الشاب. نعم محبتي في الله، والله يقول هو يصبرنا، يقول اصبروا والملتقى بإذن الله الجنة.
يقول ثم خرج هذا الشاب، يقول أبو خالد، ويقول مدير السجن العقيد عبد السلام سابقا، يقول والله ما مر علي شاب بمثل هذا الشاب بصبره لما يقاد إلى أرض القصاص، لما يقاد ويرى السيف بعينه. والله يقول أبو خالد كأنه يزف إلى يوم زواجه. نعم أحبتي في الله، هذه القلوب التي اشتاقت إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ساعات الاحتضار وكانت عائشة ترقيه بالمعوذتين وكان يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم أحبتي في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ولا يجعلنا وإياكم ممن كره لقاء الله فكره الله لقاءه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق.